في قضيه الاستثمار نفسها خسرنا 3 تريليون الى 2 تريليون بنفس هذه قضيه الاستثمار بمقبره النجف. مقبره النجف النموذجيه. النموذجيه. زين. مقبره النجف النموذجيه الارض كلها باسم الماليه. وامام المرء وامام مسمع رئاسه الوزراء والمحافظين والمسؤولين وهيئه النزاهه والكل موجود، الان المستثمر يبيع بالاراضي ويتعاقد هو مباشره مع المواطن والكل يعلم، والمواطن نفسه ياخذ الورقه يعلم بها هي الارض مسجله باسم المستثمر. زين الاستثمار ما يصير بالاراضي، زين ورا 10 سنوات شلون اذا قالت الدوله اريد الارض هذا خطيه امواته وين يوديهم؟ يعني هو استثمار مؤقت؟ استثمار مؤقت. ماكو استثمار. انت الان الاستثمار، هل سمعت استثمار توزيع قطع اراضي؟ لا ماكو. شلون ابو النجف يوزع قطع اراضي بعنوان استثمار؟ يعني هو اللي راح يصير انه هو مثلا مستثمر ويا الدوله لمده 50 سنه. ربي يخليك، هذا بعدين خطيه وين يودي امواته؟ اجى المواطن اشترى وصلت قاع ودفن به اهل اسم الله على اهل المشاهدين. نعم. ورا 50 سنه الدوله تريدهن. باسم الدوله. الاراضي باسم الدوله. الاموات وين نوديهن؟ هي هاي الكارثه. يعني عزا مقبره النجف النموذجيه تتباع هالشكل؟ بهالشكل هذا. خسرت الدوله 6300 دونم بهذه الطريقه. والناس وين تروح؟ هي هاي الكارثه والله، حرمه حتى الميت ما خلصت من المستثمرين، حرمه للميت ما خلينا. حرمه للميت، الميت اللي له حرمه في البلد المفروض من يدفن ما يشال، هذا تلاعبوا حتى في حرمه الميت في النجف. شلون تستثمر؟ مو هذا الناس جاي تتلاعبون عليها. لا الدوله صدرت قرار وقالت خلينا اسوي تسويه وارجع ل 6300 دونب، وهؤلاء خطيه اللي يدفنون شلون مسالتهم العوائل وين يروحون واولادهم هذول وين راح يروحون؟ مشكله، هي مشكله، هاي مشكله كبيره الان امام المراه وامام الجميع يعلم بها، ولحد الان ما انحلت. يا هذول الناس اللي مشترين ما ورا 50 سنه تنأخذ منهم. يرجع جميع من اشترى يرجع للارض اذا لقى سند موجود، ماكو سند مكاتبه هو والمستثمر. الارض المن؟ الوزاره الماليه. وزاره الماليه تقول انا ما قابله بهذا الاستثمار. شنو ما قابله لعد؟ شلون انطتهم الاستثمار؟ ما تقول انا ما مطيه وما قابله بهذا الاستثمار، احنا اعطينا استثمار مباني، اعطينا محلات، اعطينا كذا، بنى تحتيه اعطينا، بس ما اعطينا ارض. الان كل دول العالم والان رجعوا لقانون الاستثمار، ماكو شيء اسمه استثمار ارض، يعني الارض تباع، يعني مستثمر يجي يستحوذ على هاي الارض ويبيعها قطع سكنيه او يبيعها قطع تابعه، اراضي، انت غير تنشا منشآت يلا يصير عليها. شلون هسه هذا في النجف استخدمت هذه الطريقه؟ طريقه ما مكرره ولا موجوده ولا يمكن ان تكرر في هذا الموضوع. حتى حرمه الميت انتهكت في هذا الموضوع. فعلى الدوله العراقيه وقلنا في ذلك والحكومه وبلغنا الحكومه بهذا الامر، عليها معالجه هذا الامر وجعل تسويه، لان الان الضحيه المواطنين، يعني الحكومه تدري والنواب يدرون ومجلس الوزراء والجميع يعلم بغش المواطن امام مرأى الجميع وما حد جاي يتخذ الاجراء، وثلاث جهات سياسيه متنفذه الان تستحوذ على هذه الاموال اللي هي بالتريليونات وعلى مرأى ومسمع الجميع ودون تحريك ساكن على هذا الامر. ليش خسرت الدولة العراقية 3 تريليون 2 تريليون؟ فقط من هذه المقبرة تبني 5 محافظات. اللي الآن نعم، إذا أعطيك 3 تريليون هسه، محافظاتنا كلها الوسط والجنوب ما خصصوا لها 2 تريليون موازنة لها. أنا بس من مقبرة النجف أخذ لها هسه 3 تريليون تقريبا.